يوم الأربعاء 2 أكتوبر سنة 2019 وتحديداً في عزبة الجلخاوي التابعة لقرية زاوية أبو مسلم مركز أبو النمرس بالجيزة تقريباً بعد نص الليل بشوية. الأهالي كده بيسمعوا صوت خبطة قوية جداً على الأرض واتجمعوا كلهم وراحوا ناحية الصوت اللي سمعوه لحد ما وصلوا لبيت مكون من دورين، وقدام البيت ده لقوا طفل صغير غرقان في دمه وواقع على الأرض فاقد الوعي. أول حاجة جت في بالهم ساعتها إن الطفل ده أكيد كان بيلعب فوق السطوح زي أي طفل، ولكن توازنه اختل ووقع غصبا عنه، وصوت الوقعة دي هو اللي وصل لهم. علشان كده جم بسرعة. طبعا هم شالوا الولد من على الأرض وحاولوا إنهم يخبطوا على البيت علشان يعرفوا أهله اللي جوه إن ابنهم حصل له كده، لكن محدش كان بيرد عليهم، ففتحوا الباب بالقوة. ولما دخلوا جوه فضلوا يندهوا على أمه وأبوه بصوت عالي يمكن حد فيهم يرد، لكن ما لقوش ولا واحد فيهم. بس الصدمة إنهم بعد ما دخلوا لأوضة بابها مفتوح قدامهم لقوا أم الولد غرقانة في دمها وجسمها بينزف من كل حتة ومرمية على الأرض، وكمان أخته الكبيرة كانت مدبوحة هي كمان ومرمية جنب أمها، وأخوهم الصغير كان عمال يصرخ ويعيط ومش عارف يعمل إيه. وهنا هم اتأكدوا إن لا الولد ده كان بيلعب فوق السطوح ووقع ولا اللي حصل له ده صدفة، وأكيد المذبحة اللي جوه البيت ليها علاقة بالولد اللي لقوه مرمي قدام البيت. بس يا ترى إيه اللي حصل؟ ومين اللي ممكن يكون عمل فيهم كده؟ والأهم، الأب فين؟ وده اللي هنعرفه مع بعض. أهلا بيكم في حلقة جديدة بعنوان احذر من عدوك مرة ومن صديقك 1000 مرة. في الأول ما تنسوش في البداية اللايك وسبسكرايب، ويلا بينا نبدأ على طول. طبعا بعد المقدمة اللي احنا قلناها، بعد ما شافوا الولد ودخلوا البيت ولقوا المذبحة اللي جوه، الجيران لما لقوا الوضع بالشكل ده على طول راحوا على مركز أبو النمرس علشان يقدموا بلاغ هناك عن اللي حصل. بعدها بوقت قليل كان في قوة من الأمن راحت عند مكان البيت ونزلت العساكر في كل حتة وطوقت مسرح الجريمة بالكامل ومنعت حركة الدخول والخروج لحد ما يوصل فريق من الأدلة الجنائية والنيابة علشان هم بنفسهم اللي هيعينوا مكان الحادث. الأم شيماء واللي كان عندها 27 سنة للأسف توفت هي وبنتها دنيا اللي عندها 9 سنين. بعدها بشوية وصل الطب الشرعي وبدأ يفحص الجثث كويس جدا، وأثبت إن الأم مصابة ب7 طعنات في الظهر وطعنة أخيرة في كتفها اليمين. أما البنت كانت مصابة بجرح قطعي في الرقبة، ذبح بمعنى أصح، بالإضافة لجرح تاني في الودن الشمال. أما ابنها عامر اللي وقع من فوق البيت فالحمد لله إنهم لحقوه، لكنه دخل في غيبوبة وكان مصاب بكسور في كل حتة في جسمه، زي كسر في الحوض ونزيف في المخ وعدد محترم من الكدمات. ولحسن الحظ ابنها الصغير مروان اللي عنده 3 سنين كان كويس. الحكاية كلها بس إن كان عمال يعيط وينهار ومش عارف إيه اللي بيحصل. المعمل الجنائي والنيابة أول ما وصل لهم الخبر انتقلوا على طول لمكان الجريمة، واللي كانت شقة مكونة من دورين بالطوب الأحمر، أما الدور التاني كان عبارة عن سطوح. البيت حالته كانت متواضعة جدا، والصالة تقريبا ما فيهاش حاجة غير كنبة، وكان فيه أوضتين صغيرين، وواضح إن أوضة فيهم للأب والأم والأوضة التانية للولاد. أما بالنسبة لأوضة الأم والأب كان فيها بقع دم في كل مكان، على السجادة وناحية السرير، والمكان ده هو اللي لقوا فيه جثة شيماء وبنتها دنيا. وكان واضح إن فيه لخبطة في الأوضة، أي إنهم لقوا أدراج التسريحة مفتوحة والهدوم كلها مرمية على الأرض، في حين إن أوضة الأطفال كانت مترتبة، ومعنى كده إن فيه حد كان بيدور على حاجة في البيت. باتباع آثار الدم اكتشفوا إنها ماشية بشكل خط مستقيم من مكان الجثث لحد السلم اللي بيودي على الدور التاني واللي هو السطوح. خبراء الأدلة الجنائية أكدوا إن في آثار لأقدام الطفل عامر اللي طلع فوق السطوح، لكن كمان كان في آثار لأقدام شخص تاني على السلم، وواضح إن رجليه أكبر من عامر، وآثار عامر كانت هي اللي سابقة. واضح إن عامر كان بيحاول يهرب أو يطلع يجري على السطوح بسرعة، والقاتل جري وراه، ولما طلعوا هما الاتنين فوق ممكن يكون رماه من فوق أو الولد هو اللي خاف ونط، وساعتها القاتل اتوتر جدا وخاف وهرب. وطبعا السؤال الأكيد اللي كلكم بتسألوه دلوقتي هو فين الأب؟
قبل ما نقول الأب كان فين، تعالوا أحكي لكم حكاية سريعة بس ركزوا قوي في التفاصيل الصغيرة لأن حل القضية هيكون فيها. القصة كلها بدأت من حوالي 17 سنة مع شاب اسمه أسعد قرر إنه في يوم من الأيام لازم يودع حياته العزوبية ويتجوز زي بقية الشباب. أسعد كان شغال تاجر مواشي على قده، بدأ صغير لحد ما ربنا كرمه وبقى عنده حظيرة مواشي أو بمعنى بلدي زريبة، وكان بيتاجر مع معلمين وتجار كبار. أسعد فضل يدور على بنت كويسة مناسبة ليه والحياة كانت بسيطة لحد ما شاف بنت عايشة في نفس البلد معاه وأصغر منه بحوالي سنتين بس، وهي شيماء. والواحد من قرايبه رشحها له وقال له إن البنت كويسة وأهلها ناس طيبين وهي دي اللي هتصونك وهتعرف تربي أولادك. أسعد ما فكرش كتير وفعلا عزم النية وراح يتقدم لشيماء، ولحسن الحظ إنها لما قعدت معاه حست ناحيته بالقبول. كمان أسعد من عيلة طيبة وما تتخيرش عن عيلة شيماء، وزي ما بيقولوا كده القلوب عند بعضها، وتم الجواز على خير. أسعد عمل حفلة فرح بسيطة جدا حضر فيها الأهل، وبعد كده أخدها وراحوا يعيشوا في بيت متواضع، والبيت ده اللي فضلوا عايشين فيه واللي اتكلمنا عنه من شوية. الحياة بين أسعد وشيماء كانت ماشية بشكل طبيعي جدا، وخلفوا بنت اسمها دنيا، وبعدها بسنتين خلفوا ولد تاني اسمه عامر، وأخيرا خلفوا مروان. شيماء كانت مركزة في بيتها وتربية أولادها، وكمان كانت محفظة قرآن كريم ومعروفة في القرية كلها إن سمعتها هي وجوزها وأولادها زي الفل. في المواقف اللي حكاها واحد من الجيران واللي بتبين قد إيه شيماء قلبها أبيض، إن ابنها الصغير مروان كان في يوم بيتخانق مع طفل تاني والطفل ده ضربه، لكن شيماء أول ما شافت المشهد ده راحت لهم هما الاتنين وحضنتهم وفهمتهم الصح من الغلط وإزاي يلعبوا مع بعض من غير ما يعملوا أي مشاكل ومن غير ما تنحاز لابنها على حساب طفل تاني. ده غير إن أولادها دنيا وعامر كانوا متفوقين في دراستهم، ودنيا بالتحديد اللي لقوها مدبوحة كانت دايما بتطلع الأولى على المدرسة بتاعتها، والجيران كلهم كانوا متوقعين إن أولادها هيبقوا دكاترة في يوم من الأيام. وتمر الأيام لحد ما حصل اللي حصل، واكتشفوا إن شيماء وبنتها دنيا اتقتلوا وابنها عامر بين الحياة والموت في المستشفى. لما سألوا أسعد أنت كنت فين في الوقت ده؟ قال إنه كان بره البيت بيتفق على شراء دفعة جديدة من المواشي، وكان قاعد مع عدد من التجار المعروفين. وبعدين وهو راجع على البيت بعد ما خلص الشغل جاله تليفون وقالوا له إن ابنك عامر وقع من فوق السطوح، وعلشان كده أسعد خاف جدا على ابنه وراح على البيت بسرعة. وهناك لقى الجيران كلهم ملمومين حوالين البيت وقالوا له إن ابنك راح المستشفى. بعدين أسعد قال إن حس إن في حاجة غريبة وكله كان عايز يبعده عن البيت علشان ما يدخلش، لكنه قاومهم كلهم ودخل ولقى مراته وبنته مقتولين. بس عارفين إيه أغرب حاجة في الموضوع؟ إن ابنه عامر أول ما دخل المستشفى ما كانش بيقول غير حاجة واحدة بس، كلمة كانت كفيلة تقلب موازين القضية. بعد ما المحققين خلصوا تحقيق مع أسعد راحوا علشان يتكلموا مع الطفل عامر لأنه أكيد هو اللي شاف القاتل، لكنه أول ما شاف البوليس قدامه فضل يردد ويقول أبويا أبويا. فسألوه مين يا حبيبي اللي عمل فيك كده؟ وعامر ما كانش بيرد غير بكلمة واحدة بس، أبويا. وهنا دخل الأب في دايرة المشتبه فيهم وطلبوا يحققوا معاه مرة تانية، لكنه قال نفس الكلام وقال إنه ما كانش موجود ومش عارف ليه ابنه بيقول كده، لدرجة إن المحققين علشان يقفلوا الباب ده خالص قرروا يفحصوا خط سير أسعد كله لحد ما وصلوا لكاميرات مراقبة رصدت دخوله وخروجه من البيت وتأكدوا إنه فعلا كان بره وقت الجريمة. كمان عرفوا منه أسامي التجار اللي هو راح قعد معاهم بحسب كلامه، وطلبوا منهم يجوا يشهدوا إن كان قاعد معاهم أثناء جريمة القتل، وفعلا ده اللي حصل، والتجار كلهم شهدوا إن كان موجود معاهم، وبالتالي الأب برأ من الموضوع. طيب ليه الطفل كان عمال يردد اسم أبوه لما كانوا بيسألوه مين اللي عمل فيكم كده؟ تفتكروا في لغز حوالين الأب؟ خلونا نكمل. المحققين قرروا يستجوبوا أكبر عدد من الأهالي والجيران لعل وعسى حد فيهم يكون شاف أي حاجة تساعدهم في التحقيقات. وفعلا لحسن الحظ في واحد فيهم قال حاجة مهمة جدا، قال إنه لمح شاب بينط من فوق السطوح تقريبا في وقت الجريمة وهرب،
وبعد ما أخدوا منه مواصفات الشاب ده عرفوا هو مين بالظبط. الشاب ده يبقى صابر ابن عم أسعد. طيب إيه اللي جاب صابر في وقت الجريمة؟ وكان موجود فوق السطوح بيعمل إيه؟ هنا هم بدأوا يحققوا مع صابر وسألوه كل الأسئلة اللي بتيجي في دماغكم دلوقتي، لكنه أنكر وقال إن ما كانش موجود وكل الكلام ده مش حقيقي. لكن بعد الضغط عليه بدأ يعترف بكل حاجة، وأول حاجة قالها إن هو فعلا اللي خلص عليهم. محدش كان عارف هو عمل فيهم كده ليه، خصوصا البيت ما اتسرقش منه أي حاجة وكل حاجة زي ما هي. طيب ليه يخلص على مرات عمه وبنتها الصغيرة ويحاول يخلص على ابنهم؟ تعالوا نعمل فلاش باك سريع قبل الجريمة بفترة صغيرة، وتحديدا في شهر أغسطس في عيد الأضحى. وفي الوقت ده بتحصل حاجة غريبة جدا. أسعد كان حاطط في البيت حوالي 20,000 جنيه، كان مفروض إن متفق مع تاجر مواشي إن هياخد منه بضاعة بالفلوس دي، لكن للأسف اكتشفوا إن الفلوس اتسرقت من البيت. فأسعد فضل يسأل مراته كتير جدا مين اللي بيدخل وبيخرج هنا، لكن شيماء ما كانتش عارفة تقول له إيه، بس كانت شاكة في واحد بس، وهو صابر ابن أخوه، لأنه هو اللي بيدخل للبيت براحته. فقالت له إن يقدم بلاغ ويقول اسم صابر في التحقيق. أسعد ما فكرش كتير، لأن الفلوس دي كانت فلوس شغل وممكن يحصل له مشاكل بسببها، وراح فعلا عمل البلاغ في اسم الشرطة واتهم صابر ابن أخوه إن هو اللي عمل كده. ومن بعد الواقعة دي سمعة صابر بدأت تبوظ أكتر ما هي بايظة في القرية كلها، لأنه معروف عنه إنه بيشرب مخدرات ومصاحب بلطجية وتجار مخدرات كتير. فالموضوع جاب نتيجة عكسية أكتر، وكره عمه وبالأخص قوي مرات عمه، لأنه عارف إنها هي اللي قالت له يقول اسمه في التحقيق. لكن القضاء قال كلمته، وبعد التحقيقات اكتشفوا إن صابر بريء ومفيش أي دليل إن هو اللي أخد الفلوس. بعد الموقف ده علاقة صابر وعمه أسعد اتوترت جدا، ويقال إن كان شغال في الأرض بتاعته وبطل يشتغل لحد ما قرر في يوم إن يخلص على مرات عمه، لأنها هي اللي عملت فيه كده وبوظت سمعته وسط كل الناس. صابر فضل يخطط لحد ما في يوم كان عارف إن عمه بره، فراح لحد البيت عنده وشاف مرات عمه مشغولة قدام البيت وبتتكلم مع واحدة من الجيران، فاستغل الموضوع ودخل يستخبى جوه في عشة الفراخ من الساعة 8:30 بالليل لحد الساعة 1 بعد نص الليل. العشة دي كانت موجودة فوق السطوح، فقعد فيها طول الوقت ده من غير ما أي حد ياخد باله. شيماء دخلت نامت في أوضتها، ودنيا كمان دخلت نامت هي وإخواتها الصغيرين، وصابر دخل المطبخ بتاع البيت وأخد سكينتين، وكان عارف مكان الأوضة اللي بتنام فيها مرات عمه بالظبط. وأول ما نزل ودخل عليها الأوضة شيماء حست بكل حاجة وبدأت تصرخ، لكنه مسك السكينة وبدأ يضربها في أماكن كتير جدا في جسمها لحد ما وقعت على الأرض وماتت. في الوقت ده بنتها دنيا شافت إيه اللي بيحصل وصحيت على صوت أمها وهي بتصرخ، فصابر اتوتر جدا، ولما شافها عرف إنه لو هرب هتكون هي أول واحدة تشهد عليه، فمسك السكينة وذبحها. بعدها كان ناوي إنه يهرب من فوق السطوح، لكنه شاف عامر في وشه فأخده وطلع بيه، وبعدين رماه من فوق السطوح وهرب من غير ما أي حد يشوفه. هو كان فاكر إن مفيش حد شافه، لكن لحسن الحظ في واحد من الجيران لمحه وهو بيحاول ينط من فوق السطوح ويهرب. وبعد ما صابر مشي راح قعد في المزرعة اللي بيشتغل فيها واستخبى هناك لحد ما البوليس عرف كل حاجة، وراحوا قبضوا عليه في المزرعة وأخدوه على الاسم. وهناك اتوتر واعترف بكل حاجة، على الرغم إن ما كانش فيه أي كاميرات مراقبة، يعني كان ممكن إن ينكر ويفلت من الجريمة. لكن اللي زي ده مستحيل يكون عنده قلب أو شخصية قوية تخليه ينكر للنهاية. اللي زي ده من أول ما يتزنق أو ياخد ألم زي ما بيقولوا بيعترف وبيقول كل حاجة، لأنه إنسان ضعيف. أكيد في بالكم دلوقتي سؤال مهم جدا، هو ليه الطفل عامر كان عمال يردد ويقول أبويا لما سألوه مين اللي عمل فيك كده؟ فيما بعد اكتشفوا إن الولد كان عنده صدمة نفسية، وكان عمال يقول اسم أبويا لأن كان عايز أبوه يلحقه من صابر علشان كان خايف يقتله زي ما قتل أمه وأخته، وعشان كده كان عمال يردد ويقول أبويا. للأسف مش عارفة إيه اللي يخلي شاب ما كملش 17 سنة إن يعمل كده، علشان الكره ولا عشان هي شكت إن هو اللي سرق؟ طيب في مليون طريقة إن ياخد بيها حقه، أولها إنه يقطع علاقته بالبيت وأصحابه، لكنه اختار أبشع طريقة
وما استكفاش إن خلص على شيماء وبس، ده كمان خلص على بنتها وذبحها، ولولا ستر ربنا كان خلص على الولد كمان. للأسف صابر اتحكم عليه ب15 سنة سجن وبس، وأنا عارفة إن مش ده الحكم اللي كلكم كنتوا مستنيينه، لكن القضاء قال خلاص. قال كلمته، والشيء الحزين إن هيخرج من السجن في عز شبابه وهيكمل حياته عادي جدا. ربنا يرحم اللي ماتوا، وبإذن الله ربنا مش هيضيع حق حد. وبس كده، سلام.